لعيبه ينضموا للقائمه الافريقيه من بين احمد الشيخ وهشام محمد ووليد ازارو او اي لاعب يمكن ان يضم الاهلي، وخاصه في الدفاع خلال الساعات اللي جايه قبل غلق باب القيد اللي هيبقى بكره الجمعه الساعه 12 بالليل بتوقيت القاهره. يعني هنلحق نجيب مدافع الا اذا كان يعني قدام، خصوصا ان اللعيبه السوريين في حاجه والعراقيين اغلى لعيبه في الوسط. حاجه غريبه جدا يعني حاولت من مده اجيب اكرم نشأت. طبعا ايام ما كان اللعيب ب 300 400 الف كان هو بمليون ومليون ونص دولار. فاللعيبه العراقيين واللعيبه السوريين بيعرفوا يسوقوا نفسهم كويس. لا هم الظاهر ليهم سوق، ما اعرفش يعني سعرهم عالي جدا يعني. ده يجوز لانه مطلوبين في الخليج بالتحديد. ما اعرفش يعني هو الدوري الصيني، هم اتجهوا الى الدوري الصيني، فطبعا بيدفعوا هناك مبالغ كبيره. وده دوري لازم نبتدي نشوف لنا طريقه في التسويق فيه بصراحه يعني. عصام سراج المدير التجاري ومسؤول التعاقدات في النادي الاهلي بيعلن عن ضم ايمن اشرف للنادي الاهلي لمده 5 مواسم قادمه. ايمن اشرف الظهير الايسر لسموحه، انتقال حر، عقده مع سموحه خلص وهو وعاد للاهلي، حب يرجع للاهلي والاهلي عايز يستفيد من خدماته، صفقه كويسه عشان يكمل فكره عوده. احمد السيد بيتحرك كثيرا في صفقات وتوقيعات، هل هو اتجه للعمل في هذا المجال؟ لان شفته مع نادي الزمالك في اكتر من صفقه، وادي تامر نحاسه اهو. يعني صفقه حره مش محتاجه الصيت. لا مش الصيت، مش محتاجه بقى ان يعني يبقى وكلاء مش وكلاء، الراجل هيقول انا عايز كده وخلاص. يعني هو واسلام محارب، واخد بالك؟ وايضا احمد الشيخ. يا رب يا رب. وهشام محمد. لا انا في واحد نفسي يرجع النادي الاهلي اهو، هيفيدنا جدا جدا. مين بقى؟ مانجا. احمد نبيل مانجا طبعا. من اللعيبه اللي فعلا انا استغربت انه مشي. جوكر. وعنده قلب وحاجه قويه جدا يعني. عنده شخصيه الاهلي كمان. مؤمن زكريا كان عنده عرض من الفيصل السعودي، لكنه تم الاتفاق معاه على الاستمرار. وحتى مؤمن بعد مباراة امبارح ومشاركته وتألقه كتب يمكن تغريدة وقال أنا لاعب في النادي الأهلي خلاص وسعيد ومرتاح جدا في النادي الأهلي. ما هو مش معقولة إن الأهلي هيطلع يعني نجومه كلها للاحتراف يعني. فكويس إن الملف ده اتقفل. مؤمن لعيب مهم جدا جدا يعني. كان بدأت الجرايد ترغي فيها كتير، ويمكن يقول لك البدري يهدد ومؤمن غاضب، وهتخش بقى في ايه؟ يعني عملية تصعيد ملاش لازمة. كويس ان مؤمن قفل الليلة دي، والاهلي كان واضح جدا معاه. طيب عمرو جمال بيجدد طلب الرحيل لبيدفست الجنوب افريقي، اللي هو رخر بيجدد طلب شراء او استعارة عمرو جمال. يعني ما كانش، وكان الاهلي وافق وحط 600,000 دولار. لو الناس دي جاده هتقول لهم طب احنا موافقين خلاص. لا مش جاده، هو عمرو جمال كمان ما هو مقيد افريقيا. احنا يا جماعه الناس لازم تفهم هنلعب افريقيا ازاي. طيب يعني مش كل لعيب عايز يمشي يقدر يمشي دلوقتي في الشتاء. في الشتاء ممكن نتكلم في الكلام ده كله، انتقالات الشتويه. وحبيتك في الصيف حبيتك في الشتاء. لا يعني حبيتك في الصيف يعني حبني في الصيف احبك في الشتاء. قد في الصيف صحيح. والوطن بيقول البدري يكشف سبب فشل صفقة عمرو ميداني وموقف لاعبيه من منتخب المحليين. وبتنقل للكابتن حسام البدري انه خلال مداخلة هاتفية في احد البرامج قال ان المغالاة المالية والمطالب المبالغ فيها لضم اللاعب السوري عمر ميداني كانت وراء صرف النظر عن التعاقد معاه. وقال انه لا توجد لدينا اي موانع في انضمام هشام محمد واحمد الشيخ لمنتخب المحليين، لكن اسلام محارب لن يستطيع الانضمام بسبب الاصابه، وعمرو بركات نظر لحاجه الفريق اليه. كويس ان عمرو بركات بدا يدخل في الصوره بشكل قوي. مقيد. لا مش مقيد افريقيا. افريقيا. لا مش مقيد افريقيا لسه.
وبرضه من الحاجات اللي يمكن الكابتن حسام البدري امبارح الحقيقه انفعل شويه في استنى بس. اتفضل. اصل هشام محمد والشيخ مش هيلعبوا كاس. ايوه. لكن بركات هيلعب في الكاس. عشان كده في الكاس مش في الكاس. الكلام على رواتب المدربين وفلوس اللاعبين هي مسألة صدقوني مش موجودة كتير إلا في الإعلام المصري. يعني كتير قوي في الإعلام الخارجي ما حدش بيبقى معني. ربما في لاعب ما يعرفش زميله بياخد كام، ومش كل الناس بتعرف تفاصيل أرقام الفلوس بالنسبة للعيبة والمدربين. احنا عندنا ما حدش سأل بالمناسبة هو كابتن طارق يحيى لما درب الزمالك خد كام ولا كان بياخد كام، ولا فلان اللي مشي من سموحة ولا فلان اللي راح المقاصة وهكذا. لكن عند الأهلي بيبقى فيه سبوت شوية على خصوصية الناس، أهمها برضو الفلوس وتعاقداتهم. فراتب الكابتن حسام البدري وتجديد عقد حسام البدري والفلوس اللي ياخدها حسام البدري كانت مسار تركيز مبالغ فيه شوية من الصحافة، وده يمكن اللي خلت الكابتن حسام البدري امبارح بدأ منفعلا شوية وهو بيرد على أحد المراسلين من الملعب. اللي أنا شخصيا فكرة إحراج أي حد بيسأل سؤال ما بحبهاش ومش لطيفة، لكن كمان احنا علينا واحنا بنسأل نسأل السؤال المعقول، لأنه كابتن حسام قال له يعني العقد متجدد من فترة، والكلام ده بقى متعب ليا جدا. طول الوقت الناس بتحب تسأل جددت ولا لا وجددت بكام. فلغاية النهاردة يمكن ما دي إجابة لسه الموضوع ما دي إجابة. هو بيسألوه جاوبوا بقى بضيق بتاع، وكمان مش كل يوم أسألك نفس السؤال يعني. فيعني مطلوب من الناس تسأل في المعقول، والمصادر المعنية ترد برضو في المعقول. الأهلي يقرر مواجهة الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر في دوري الأبطال. ده الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري حددوا يوم 16/9 اللي جاي إن شاء الله هيكون موعد مباراة الأهلي والترجي. المباراة الأولى مباراة الذهاب في دوري الأبطال في دور الثمانية اللي هتقام في استاد برج العرب بحضور 25,000 متفرج حسب ما تم الموافقة عليها باشمهندس. ونجح الترجي طبعا بعد ما خد البطولة العربية محتفي ومحتفل بالجائزة الكبيرة اللي خدها وسافر بيها. طبعا 2.5 مليون دولار هتعينه تماما في فترة الانتقالات وقيد اللاعبين تدعمه كتير. طبعا يعني هو لو عايز يجيب لعيبه متردد ما عندوش مشكلة دلوقتي. السوبر المصري، الأستاذ محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن راعي اتحاد الكرة بيأكد على انه السوبر خارج مصر. تعرفين انه كانت احتمالية ان هي تكون بين الاهلي والزمالك لو الزمالك كمل في الكاس وخد البطولة. اي راعي او اي مستثمر يهمه كتير جدا مباراة جماهيرية في حجم الاهلي والزمالك زي ما حصلت في الفترات الاخيرة، لكن الزمالك خدها من قصيرها وخرج. الاهلي تأهل، اصبح الاهلي والمصري هما طرف مباراة السوبر. طب انا هقول لك حاجة بقى. فبريزنتيشن بتقول لك برضه المباراة خارج مصر بسبب ما هم دول ناس محترفين مش بيعملوها كده اعتباطا او يعني قال كلمة لازم يمسك فيها. لما انت تروح تشوف الاستاد 80% منه جمهور الاهلي ولا 75% منه جمهور الاهلي، يبقى القصة هي الاهلي. الاهلي لما يكون هو الطرف بتاع السوبر هو المصري برضو وند له خصوصية الحساسية ان ما كانتش زي الزمالك بتزيد. فانت دلوقتي عناصر الإثارة وعناصر التنافس وعناصر جذب الجمهور متوفرة بنفس القدر في المباراة القادمة بين الأهلي والمصري. وإن كان طبعا الزمالك وجوده بيبقى ديربي تقليدي له قيمته وله احترامه، وفي طبعا جمهور الزمالك هناك كان فواقا أن ينتظر فريقه، لكن مش معنى ان المصري هو طرف المباراة دي انها هتقل اهمية ابدا. المهندس عابر حسين يمكن بيتحدث عن مين اللي هيلعب مع الاهلي بطل الدوري مباراة السوبر، فقال لفت النظر في اليوم السابع الى انه كان اللائحة قبل كده لو الاهلي لو نفس الفريق واخد الدوري واخد الكاس بيلعب بطل الدوري مع تاني الدوري. فبيقول اللائحة اتغيرت من السنة الماضية، في حال فوز فريق بالبطولتين بيلعب كبطل للدوري مع وصيف الكاس، وبالتالي
السوبر بشكل مؤكد. الاهلي يعني لو اللائحه ما تعدلتش كنت هتلاعب بالمقص. ايوه، اصبح الاهلي والمصري. ولا هي يعني لا، هي لائحه اتعدلت فعلا. على ذكر بقى اتحاد الكوره واللائحه، لائحه رابطه المحترفين اللي اتحاد الكوره اعلن عن عزمه تنظيمها بحيث انها تبدا تشيل مسابقه الدوري ونبدا ندخل في شكل الكره المحترفه بجد. هذه الماده 62 من لائحه رابطه المحترفين. المصري اليوم بيقول هذا البند بيشعل خلافات بين الانديه واتحاد الكره، خاصه انه انديه الدوري الممتاز تمسكت بالبند رقم 6 من الماده 62 في لائحه النظام الاساسي الخاص بتشكيل رابطه المحترفين، اللي بيمنح الحق للانديه في تحديد موعد انتخابات الرابطه وليس لمجلس اداره الاتحاد الحق في اقرار ذلك بمفرده. وبتقول المصري اليوم انه ينص البند على ان يتم تشكيل الرابطه لاداره القسم الاول، ويضع مجلس اداره اتحاد الكره بالتنسيق مع الانديه اللائحه التنفيذيه للرابطه، ويحدد فيها اجراءات انتخابات المكتب التنفيذي. الانديه كشفت انه عندها اعتراض حقيقي على قرار مجلس الاداره بتحديد يوم 27 اغسطس الحالي لاقامه انتخابات رابطه المحترفين. وعلمت المصري اليوم زي ما بتقول ان الاهلي والزمالك والمقصه والاسماعيلي وانبي هذه الانديه رفضت حسم انتخابات رابطه المحترفين في الموعد اللي حدده اتحاد الكره، باعتبار انه مجلس هاني ابو ريده لم يدعو الانديه لمناقشتها في حسم الانتخابات، وترك الامر لاحمد مجاهد عضو المجلس اللي ارسل خطابات للانديه الخميس الماضي يطالبها بتحديد الاسماء التي سترشح لمجلس اداره الرابطه. طب ايه الآلية اللي هتخلي الأندية تحدد